في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى نعرف كم عدد محبين ومتابعين النادي الأهلي المصري في كل مكان. الأهلي فتح باب المفاوضات مجددا لضم بن شرقي ويبدي اهتماما كبيرا بضم اللاعب، والمفاوضات تواجه تحديا بشأن المطالب المالية. اللاعب طلب الحصول على مبلغ لا يقل عن 1.8 مليون دولار سنويا، والأهلي قدم عرضا أقل من هذا الرقم، واللاعب يسعى حاليا للفسخ تعاقده مع نادي الريان القطري للانتقال لصفوف الأهلي. والأهلي وضع السويسري ديريك كوتيسا لاعب نادي سيرفيت السويسري كخيار بديل تحسبا لعدم إتمام صفقة بن شرقي، وغير مستبعد إمكانية التعاقد مع الثنائي معا لدعم الفريق. الكابتن محمود الخطيب عقد جلسة مع مسؤولي بتروجيت من أجل ضم لاعب الوسط الموهوب أحمد رضا، والصفقة حسمت خلال الساعات الماضية. اللاعب يجيد اللعب بمركز 6 و8. مسألة تجديد عقد الشناوي محسومة تماما ولا جدال فيها، إلا أن تأخر الإعلان عن حسم هذا الملف قد يعود لانشغال إدارة الأهلي بعدة ملفات أخرى، أبرزها الصفقات الجديدة وتعزيز صفوف الفريق. يأتي ذلك في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النادي مؤخرا وتراجع نتائج الفريق. يوسف أيمن وقع على مخالصة مالية وانتهى ارتباطه بالأهلي. اللاعب عاد لنادي الدحيل القطري وطالب بتسريع إرسال بطاقته الدولية. رابطة الأندية تعلن فوز إمام عاشور بجائزة أفضل هدف في الجولة التاسعة. زيزو يغلق هاتفه في وجه مسؤول الزمالك. كتب عبد الناصر زيدان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: زيزو يغلق هاتفه في وجه مسؤول الزمالك واللاعب في حالة نفسية سيئة. فاجأ أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر جماهير نادي الزمالك ومتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث قام زيزو بحذف كلمة لاعب الزمالك من ملفه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وينتهي عقد زيزو مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، ما يعني أنه يحق له التوقيع لأي نادي في يناير الجاري. ولم يتم تجديد عقد زيزو مع الزمالك حتى الآن، فيما تشير العديد من التقارير إلى أن اللاعب بات على أعتاب الرحيل عن الفريق، خاصة بعد تعثر مفاوضات تجديد تعاقده في الأيام الأخيرة. وشارك اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في 19 مباراة مع الزمالك في الموسم الجاري، وساهم خلالها في تسجيل 9 أهداف وسجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة. أما بخصوص موضوع تعادل الأهلي النهارده مع بيراميدز بنتيجة 2-2، فأنا عايز أقول لكم على حاجة: رغم كل الغيابات والإصابات، ورغم إنك بتلعب بلاعب أجنبي واحد في القايمة هو جراد يسار اللي جاي من الطيارة على الملعب، ورغم ان بيراميدز كان عنده رفاهيه ان على الدكه يكون موجود ايجولا والشيبي ومهند لاشين وعبد الرحمن مجدي وغيرهم، بس انت اللي خسرت نقطتين في الملعب، وهم اللي كانوا محظوظين انهم كسبوا نقطه. ماتش في الظروف دي ما ينفعش نهد بعده، بالعكس ده لازم نبني عليه، انك بالصفقات اللي جايه قادر باذن الله انك تقف على رجليك وترجع لمكانك الطبيعي في الصداره، وترجع كل واحد لمكانه الطبيعي. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، ودمتم بخير وعلى خير دائما نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.